صانع واحد من كبار صناع هذه الملحمة سيحضر معنا بعد لحظات قليلة من الآن الناخب الوطني وليد الركراكي. وليد ما يمكنناش نلقاو وصفة الشيء اللي وقع اليوم. المغرب في الدومي فينال ديال لا كوب دو موند غراس اتوا. الفضل ليك، الفضل لهذا الرجال. يوم تاريخي لكرة القدم الوطنية. شنو واقع اليوم هنا في الدوحة؟ ماتش تري ديفيسيل. شوف بدات من الصباح اكرد ومزراوي ما كاينينش. السايس لعب بليسي دخل مسكين حتى الماكسيموم. الدراري تقاتلوا وشفتوا الدراري هما جاو. كانوا رجال تاقوا اللي مهم هي المغرب دومي فينال. كنا بلاد الاول في افريقيا اللي كنا دوزنا لي بول في 86. دابا دخلنا في دومي فينال. طلعنا الرايه ديال المغرب والرايه ديال لافريك والرايه ديال العرب، بلاد عرب. الكوب دي موند في بلاد عرب كان مهم واحد البلاد تا هو عربي يكون هنا. مازال ما درنا والو وليد. لا مازال ما درنا والو بالحق. دابا المغرب يقدر يتفرقع اليوم يبروفيتيو يوجدوا راسهم دومي فينال ان شاء الله. مبروك خويا مبروك. فيليسيتاسيون. نعود اليك عادل. يوم تاريخي، يوم اسطوري، واحد من اهم الاحداث في تاريخ المغرب العظيم. اليوم رجل المباراه ياسين بونو، رجل اسد من اسود الاطلس. ياسين، حدث شخصيا مازال ما مصدقش شنو واقع اليوم هنا في الدوحه. ياسين كيما شتي يعني هذا الفريق ما عنده حتى شي ليميت. ماشي يعني ما صعيب اللي قال كلمات باش نوصل باش نوصف هذا الفريق. معنى الكلمه نلقى لك كلمات ياسين اليوم. رجل معنى الكلمه. مباراه كبيره بزاف، ضغط كبير. انا ما مصدقش، مازال ما مصدقش الواقع اليوم. كيما صعيب نعلق على هذا بحال هذه اللحظه. نبغي نشكر كاع الجماهير صراحه اللي تيساندونا. كنشكر اللاعبين اللي المجهود اللي داروا ما يمكنش، يعني اللاعبين المصابين واللاعبين اللي دخلوا كانوا في مستوى كبير. الحمد لله عاش المغرب. رجل خويا. ميرسي. ياسين بونو واحد من العظام اليوم، من اكبر واهم اللاعبين في تاريخ المغرب. هنا في الدوحه رجل الدوره بامتياز، واحد من كبار اللاعبين. سفيان مرابط. Unbelievable moments, a great performance, a great day for us together as a Moroccans. We are very proud today, خويا. Thank you very much. The only thing what I can say is Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala is with us. He's with us. All the Muslims, all the Moroccan fans, all the people around the world who are with us. They're praying, they are crying, they are happy. This is for you. This is all for you. This tournament, we do it for you. Alhamdulillah. Inshallah, we're gonna make you more proud. Inshallah. Sufyan, can you explain what happened here in Doha since the first day? Is a dream. Is a big dream for us today. It's unbelievable. It's more than a dream. That with all the respect, Morocco, alhamdulillah, we are in the hall of the semi-finals now. We deserve this. We fight for it from the first day we are here. We believe in our qualities. We know it's not easy. Nothing is easy in life. But if you see how we fight, how we defend, it's unbelievable. This team spirit, this team, and we deserve this. We deserve this a lot. Thank you so much, brother. Thank you so much. نعود إليك عادل في البلاتو. أعود إليك معي أحد نجوم المباراة سفيان بوفال. واش هادشي حقيقة ولا كنحلموا ولا شنو وقع اليوم؟ باقي كنحلموا ولكن ما بغيتش نوض من النعاس. صراحة الحمد لله نشكروا كل شيء جمهور مغربي، والحمد لله حنا دومي فينال وباقي القدام ان شاء الله يا ربي. قول لنا شنو وقع اليوم في هذا الماتش، هاد لابريسيون كيفاش الله يحسن عوانكم. انا ما كان عنديش رجلين باش نوقف. الله يحسن عوانكم. شنو نتوما كيفاش جريتوا هذا الماتش اليوم؟ عرفتي صراحة ملي كتكون في التيران ما كتفكرش على هادشي، انت كدير خدمتك والحمد لله الله معنا. دابا حنا ما بقاش يا قادر كنهضر، ولكن الحمد لله فرحنا كلشي والدينا كلشي المغرب وباقي القدام ان شاء الله ما غنحبسوش دابا. شنو الله 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 الوطن الملك. هنيئا للمغرب ملكا وشعبا. شكرا لك. في اول مشاركه له في المونديال زكريا ابو خلال المبدع
برافو تبارك الله عليك ما شاء الله عليك، ما عندي ما نقول لك. السلام عليكم، الله يبارك فيك. الحمد لله فرحانين بزاف، كنحلموا ولكن كان الله معاك كل شيء يقدر. ربي كبير ولا لا؟ ربي كبير. اليوم كنشوفوا هذا الشيء ما مصدقينوش، هذه النعمه ديال الله سبحانه وتعالى كبيره بزاف اليوم. الله اكبر الله اكبر. واحد كاينه النيه، كنتوكلوا على الله بسم الله، وكان الله معاك حتى واحد ما يقدر يربح منك. نقز جلس ضرب راسك مع الحيط، ما كاين حتى واحد غير يربح منك. ما كانش ماتش سهل اليوم. كيفاش جريتوا انتم هذا الماتش زكريا ملي دخلتي في دوزيام ميطا؟ كل ماتش ماشي سهل، لعبنا على اسبانيول، واعرين كرواتيا، بلجيكا، كندا، دابا البرتغال، ولكن ليكيب عندهم النيه، كلهم باغيين يخدموا. الكوتش عنده كيورينا كيفاش بغا يلعب وكل لاعب وكيفاش هو كيقول لنا. كل فرقه تقدر تربح منها. تبارك الله عليك، يبارك فيليسيتاسيون، فيك. مبروك، الف شكراً. الف مبروك. بارك الله فيك. تبارك الله عليك خويا العزيز. كان معنا زكريا ابو خلود. وصلنا هذا الانجاز التاريخي للرياضه الوطنيه. سي فوزي قجع، اكيد ما يمكن لنا نقول لك غير الف مبروك لكل مشاهد نصيب. برافو، شابو انا من عندي. اكيد شيء رائع اليوم. المهم اليوم هذا الانجاز والتاهل كيف قلتي، اولا خصنا نهديوه للرياضي الاول صاحب الجلاله نصره الله سيدنا اللي بالرعايه نتاعو الدائمه وبالتوجيهات نتاعو قبطنا في خدينا الطريق الصحيح. الحمد لله. هو الفريق الوطني اليوم المغربي في المربع الذهبي لكأس العالم، وهذا بطبيعه الحال أكبر وأحسن هدية للجمهور المغربي المتعطش والواقف إلى جانب هذا الفريق، ولكن أيضا هي هدية لكل الجماهير العربية والأفريقية والمغاربية أينما كانت، والتي تساند وتشجع الفريق الوطني. أعتبر بأن الفريق الوطني اليوم جسد البعد الثقافي والتاريخي لمملكة عظيمة تاريخها 12 قرنا، وعلى قيادتها ملك عظيم وجمهور وشعب كبير وعظيم. هنيئا لنا، هنيئا لنا. كانت هذه كيفاش فريق عربي يوصل نصف نهائي كاس العالم. التاريخ اثبت ان العرب موجودين. تحيه للاسود، تحيه للمغرب. الان بالحق الان الشاي تجي مع الاكل، ويلزم نطمعوا في هذه الكاس لانها تفتح ابواب ولكن قد لا تتكرر. ما عمله المنتخب المغربي اسلام شيء يدرس في كتب التاريخ. اقوى دفاع في تاريخ كاس العالم، هدف ما شاء الله بعد 5 مباريات. طيح البرتغال، طيح اسبانيا، طيح بلجيكا، تجاوز كرواتيا. والاكثر في النجاح أن المنتخب المغربي مثلا إذا اعتبرنا فاز كرواتيا، بلجيكا كانت محذرة ولكن أيضا لم تنتصر. إسبانيا كانت عينها على الأسود لأنهم وقفوا كرواتيا وبلجيكا ولكن نزحوهم. البرتغال كانت منتبهة جدا وقرأوا خطة الركراكي، ولكن مرة أخرى الأسود بالروح بالجماعية بالإمكانيات الفردية اللي فما نجحت. أنا جاي ونحكي مع مارسيل ديسايل باش نكونوا إن شاء الله في ماتش إنجلترا فرنسا بعد ساعة ونص تقريبا على بين سبورتس حصريا. قال لي كلمة، قال لي ما عمله الأسود شيء خرافي وأسطوري. قلت له علاش مارسيل؟ قال لي لأنه المنتخب المغربي الحقيقة ما كنتش نتصور اليوم على البرتغال على المستوى الذهني، على المستوى البدني، على مستوى القوة أنه يكونوا جاهزين مرة أخرى رغما عن الغيابات. المنتخب المغربي مازال ينجح. السر للركراكي وأولاد الأسود ورجال المغرب لابد أن نبتعد عن التشبع. الآن ما دام وصلت سيمي فاينل كل شيء جايز، كل شيء ممكن.